انا مش عارفه كانت تايهه عني فين. قبل اي شيء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشتوني يا اجمل جمهور، يا احلى ناس. قناتي ما بتكبرش الا بيكوا. فعلا فعلا انا مش عارفه كانت تايهه عني فين. عايزه اقولك حاجه فاخر من الاخر، خرافه، جمدان. يعني انا مش عارفه بجد. حد يعرف ايه دي؟ طبعا عارفين قرع العسل. عيلي بيقولوا اسمها يقطين يا ماما عشان بيتفرجوا على الكرتون وكده، تمام. فهي اسمها قرع العسل بجد بجد. هي صغيرة بس جميلة جدا. يعني ما يرضتش اجيب بقى من الكبيرة قوي اللي في السوق وكده، لا قلت اجيبها صغيرة واجربها تجربة كده جميلة، واعمل فيها افتكاسة حلوة. بس طلعت عايزة اقول لكم صاروخ. فعلا فعلا يعني تقدري تاكليها بعد الفطار. تقدري اي ضيف يجي في منت، يعني ما بتاخدش معاكي 10 دقايق بالظبط في المطبخ. بصوا ما فيهاش بذرة زي الكبيرة. اللي جوه ده حاجة كده، يعني زي الفل او كده. مش يعني مش حاجة فيها مية او كده. وفيها مادة زي الجيلاتين كده بتلزق في السكينة وانا بقشرها. ودقتها يا جماعة وهي لسه طبعا مش مستوية ولا اي حاجة. لا دلعة ولا حادقة كطعم ان انتي تقدري تطبخيها حتى. يعني انا ممكن اطبخها لكم في مرة. تمام. طبعا غسلتها وقشرتها وزي ما انتي شايفة كده، بس عايزة اقول لكم عايزة سكينة يعني حامية حامية، يعني ناشفة جدا فوق ما تتخيلوا. يعني انا قعدت عافر معاها محافرة. ما فيهاش اول من يعني ملهاش اول من اخر. طبعا رمضان داخل علينا وحلويات وحاجات كتيرة وكل يوم تقومي هعمل ايه هاكل ايه. بس بجد بجد يعني هتاكليها فعلا وهتقولي تسلم ايدك فعلا، يعني وتدولي دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالاسم. عايزة قبل اي شيء ننزل نحط لايك ونشترك في القناة ونشير. القناة بتكبر بيكو يا احلى ناس يا عيلتي التانية. طبعا انتوا ناس على راسي من فوق، كل اللي بيشترك وكل اللي بيشير. وانا بجد مبسوطة بيكم جدا. تمام. نيجي بقى لليقطين او قرع العسل او قرع العسل زي ما بيقولوا. تمام. احنا بنقشرهم، بس يعني خلي بالكم على ايديكم يا جماعة لانها فعلا فعلا قشرتها صعبة جدا. يعني انا خدت وقت كبير جدا على ما قشرتها وطلعت يعني ما بتطلعش في القشرة. خلي بالكم يعني انت ما تهدريش القشرة. تمام. انت قشري وهتبقى جميلة جدا معاكي يعني. وبقى حرب بقى في التقطيعات. تمام كده. وعايزة اقول لكم مين ناوي يعمل حاجة حلوة تانية او مين ناوي عايز يعمل اكلة تاني يوم ايه، يعني انا بحب خدوا ودوا معايا يا جماعة. ما ينفعش كده، لازم تاخدوا ودوا معايا. يعني مثلا حابة تطبخي ايه بكرة؟ آه ناخد وندي مع بعضينا. ممكن انا عندي فكرة ليكي حلوة، ممكن انتي ليكي فكرة عندي حلوة. طب يا هبة نشوف نعمل ايه نسوي ايه الموضوع بيبقى جامد يعني. تمام. لما بناخد ودي يعني انا مثلا في الدرس يا جماعة هناكل ايه النهاردة؟ طب اعمل ايه؟ انا عايزة اقول لكم الترم الاولاني ده عدى عليا بصعوبات جامدة جدا جدا. انا كنت بخش البيت يوميتي الساعة 8 من الدروس من المدرسة. طبعا في فترتين الوقت كان صعب جدا عليا قوي، كنت مرهقة جدا. احنا كان اكترية اكلنا يعني اللي هو إيه، سلوي حمري بطاطس شوية اكل مش عارفة ايه. لقيت نفسي اللي انا مش عارفة اعمل اي حاجة، فلازما يوم الاجازة لازم تعملي يوم اجازة ليكي ان انت تقدري تعملي روتين ليكي خاص، انك تقدري تعملي اكل. تمام. هنا بصي بوريكي القلب بتاع القرع العسل نفسه. بصوا مش حاجة يعني، مش مية ولا اي حاجة من دي، بس والله طعمها جميلة جدا. انا ما كنتش متخيلة طعمها ده. يعني اللي ده اقول الحمد لله شكروا فيها جدا. انا مش هبطل اعملها بالطريقة ديت. تمام. بس نرجع بقى موضوع المدارس وكده. عبل ايه ما هبة بتقشر بقى وانتوا شايفين بقى التقشيرات.
مين يقول لي تعب وكانت مشقة جدا عليه، ونقوم الصبح الساعة 6 الامتحانات ونرجع لا لا، كان صعب يا جماعة، صح ولا لا؟ كانت معاناة معاناة معاناة. طبعا رمضان داخل علينا بقى، انا عملت لكم شويه تجهيزات ونزلت لكم شويه فيديوهات تخزين، حاجات رفيعه كده بسيطه، كسند او حاجه بيقولك ايه، نوايا تسند الزير، يعني لازم نظبط نفسنا. تمام. هنقطعه تقطيع كده اهوت، يعني مش عارفه هو بيلزق فيه ماده جيلاتينيه جامده جدا وليه فوائد حلوه قوي. اعملي سيرش عليه في النت وانت هتعرفي الفوائد بتاعته. تمام. بس هنقطعه تقطيعه حلوه، ونجيب حله او وok او اي شيء عندك بتعملي فيه، نقوم نعمل ايه، نحطها فيه ونجيب، يعني انا مش هقدر اقولك السكر قد ايه، لان السكر دي حرية الاختيار ليكي، لا تسكري قوي ولا تخلي دلع قوي، يعني برضو هرجع اقولك دي حرية اختياري. انا مثلا قرية العسل دي كلها انا حطيت بتاع كوباية الا ربع سكر صغيرة مش كبيرة، بس انا عارفه انا بحط قد ايه، انتي اعملي معيار لنفسك، طالما انتي لسه الحاجه قدامك اول مره لازم تعملي معيار لنفسك. تمام. وعايزه اقولك يعني طعمها حلو جدا، هي طعمها شبيهه للبطاطا، لما بتتسلق بتبقى طعمها شبيهه للبطاطا، بس بتدي طعم حلو تست عالي كده، يعني تحسي ان انتي بتاكلي حاجه كده ليها فوائد كويسه. تمام. وتحطيها على النار بايه بقى، بربع كوباية مية، ما تزوديش مية كتير لان هي ما بتنزلش مية. تمام. فانتي حطي لها ربع كوباية مية، هي عبارة عن مادة الياف، يعني المية اللي هتنزلها مع المية اللي هتحطيها ممكن تبقى شوربة، فاحنا مش عايزين النقطة دي. تمام. هنحط ربع كوباية مية ونحطها على النار تغلي، وتقومي ايه تعملي تيست ليها كل شوية اختبار، يعني شوفيها استوت ولا لا. اتحست اللي هي زي البطاطا كده، بقت عامله زي البطاطا، مش البطاطا بقى مهريه لا، يعني هتلاقي كل واحده بحبتها. تمام. وتقومي هرسها بالشوكه، او بصي انا مش حاطه ميه كتير والله، لا لا تفتكروا الميه دي كلها دي ميه ياما، بصي مش باينه حتى الميه قصادك اهي، انا هي ربع كوبايه ميه. تمام كده. بصي ادي الشكل بتاعها بعد ما اتسلق، القطعه بقطعتها، وهنهرسها هرسه حلوه. بعد كده هوت هنجيب بقى ايه السر التاني، انا حابه اعملها بالكاستر. عايزه اقولك كان طعم الكاستر مع قرع العسل تحسي ان في نغم كده في بقك، يا الله عليها. تمام. حطيت هنا انت طبعا الكاستر بيبقى مكتوب المكونات بتاعته على العلبه او الكرتونه او كده، فعشان كل واحد فينا معيار كوبايته غير التاني، يعني انت عايزاها خفيفه زودي شويه لبن، بس انت ايدك ظبطيها على النار بس، وحطي ايه سكر وباكو فانيليا، ونقلب تقليبه حلوه كده على النار لحد ما تلاقيه قلب زي المهلبيه. آه اول ما يبدا يتقل في ايدك اعرفي ان انتي خلاص الكاستر بتاعك، يعني هو كريمي كده لسه في البدايه، وهو زي عجينه الكيك، هجيبها لك بالطريقه دي، اول ما تلاقيه قلب الشبيه على عجينه الكيكه اطفي النار بسرعه، لانه هيتقل معاكي في ثواني في منت، مش هتعرفي تتصرفي معاه الا بقى تضربيه في الخلاط بشويه لبن تاني او بالهاند بلندر او اي ماده عندك، فايه لازما اللي انت تبقي ايدك فيه معاه على طول. تمام. هنا اهو بقلبه معاكم كويس جدا، علشان ايه لازما ما يكلكعش منك او يتقل في القعر، لازم تدوبي النشا جامد جدا. هنا بقى بصي انا بعمل لك القرع العسل اهو، بهرسهولك هرسه حلوه بالشوكة، علشان انا عايزة احس، ما تضربهوش بالهاند بلندر يا جماعة ولا في الخلاط، انا عايزة احس بطعمه في بقي، معلش انا مش باكل كريمة، انا باكل فاكهة او اي، يعني زي ما انت حابة تختاريه، بس هو كفاكهة كطعم زي البطاطا وكده، هو مدي تيست للبطاطا بس مش قوي. اوكي. بس واهو شكله جميل جدا، بصي انا حتى اخدها بالشوكة مش هتنزل،
نجيب بقى ايه الافتكاسة التانية. ادي البولة ادي الطاجن، عايزة تعملي الطاجن اعمليه، عايزة تعملي في بولة اعملي، في اي حاجة عايزة تعملي عندك في سيرفيز في بايركس اللي حابة اللي انت، بس انا حبيت ان انا اعملها كده عشان الاولاد يعني او اي ضيف يجيلي يلاقيها. تمام. بصي تقلبي يعني ايه مايلي الحاجة وانت بتحطيها عشان ما تفرشي فيها كلها، وتقومي حاطة الكاستر بتاعك او الكريمة. بصوا طبعا الشكل يعني بيتكلم عن نفسه، مفيش كلام يا جماعة. عايزة تعملي بقى ايه طبقة تحت وطبقة فوق، انصاص، دي حاجة ترجع لك. تمام. بس انا عايزة اقول لكم يعني بجد بجد الله عليها، يعني حاجة كويسة جدا. بصوا الشكل الوان يعني حاجة يعني مش عارفة اسميها ايه بجد. انا يعني مش عارفة اخترع لها اسم، بس هو كانت جامدة. بس هنملى مع بعض. بصي كل مرة بنعمل حاجة غير حاجة، يعني قلبت الموضوع المرة دي بقى القرع العسل، بعد كده نكسر على الوش اي مكسرات بقى ليكي على الوش عايزة تحب زينيها، جوز هند، زبيب، لوز، بندق، اي حاجة حابة تحطيها عليها على الوش بتديها طعم تاني خالص بقى، تحسي ان انتي فعلا في نغم في بقك كده. يعني مش معقول هناكل كنافة طول شهر رمضان، مش هنروح قطايف، لا، لازم ننوع، لازم نغير من يعني من الروتين بتاعنا بتاع كل يوم. اهي دي الموضوع ده انا عايزه اقولك يعني ما خدش من ايدي 5 دقايق في المطبخ، في ثواني تحطيها في التلاجة، عايزه تاكليها سخنه براحتك في وقتها. بس فالموضوع سهل جدا. بصوا يعني مش عارفه اقول لكم ايه، يعني حاجه جامده جدا 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 تستاهل عليها ايه. الله الله الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين،